السلام عليكم شباب. اليوم باش نحكيو على المسلسل اللي قلب الدنيا في تونس، فلوجة. بالطبيعة الكلكم شفتوا في الفيسبوك ولا تيك توك ولا انستغرام العباد كلها تسب في المسلسل وكلها تحكي عليه بالخايب، واللي يعجبك اللي يسبوا كلهم يتفرجوا فيه، وكل يوم يبداو يستناو فيه وقتاش يتعدى باش يتفرجوا فيه. خويا الشعب التونسي قداش ماهوش عادي. باهي، اجا خلينا نشوفوهم شنيا عملوا بالضبط في المسلسل. في الحلقة الأولى تحسهم حطونا الحاجات الخايبة الكل، من الدروغ للسهريات للكذب للعرك للمشاكل، وبالاخص قلة التربية. ومن بعد في الحلقة الثانية وانت ماشي تحسه بدا يحلل ويوري فينا هذاك الكل علاش صاير، والسبب الكبير يرجع للعائلات المشتتة واللي ما همش لاهين بصغارهم. وفي كل حلقة يورينا نوع مختلف من العائلات على الاخر، اللي يومه متوفيه واللي يومه مهاجره واللي بوه يستعمل معاه كان في العنف وفي الضرب. وزيد فوق من هذاك في المدارس الكلها ولات خم كان في رواحه وباش تمركي نهارها، لا فما شكون يربي ولا شكون يقول لا ولا شكون يعلم. وهذا الكل الواقع اللي احنا تو نعيشوا فيه، تحب ولا تكره ماناش باش تنكروا اللي هو ذاك اش صاير تو في المدارس متاعنا وفي الصغار متاعنا. بالطبيعه ماناش باش نعموا ومش باش نقولوا في المدارس الكل، اما اكثريه المدارس توا صاير فيهم هكاك. هذاك علاش في بلاصه ان نلوموا على المسلسلات ولا على التلفزه شنو يتعدي، نورمالمون كل عائله عندها صغير ماذا بها تتبعوا وتسالوا وتشوفوا فاش قاعد يعمل. واللي يخدموا في المدارس زاده كان كل واحد يحسب اي صغير يقري فيه وش عليه ولده تيوليوا كلهم لاباس عليهم والكلها تولي مركزه مع خدمتها وما عادش تلقى الشيء هذاك. انا متاكد اللي العباد الكل باش تكمل المسلسل لاخر الحلقه. وفي بلاصه النقد الفارغ وإن نقعدوا نسبوا في بعضنا، على الأقل نخرجوا منه بحاجات تنفعنا في حياتنا ونتعلموا منها. ومادام برشا عباد تقلقوا من المسلسل، أعرف راهو المسلسل مسهم هما في شخصهم، على خاطر هما هكاكا وعارفين رواحهم غالطين. الوغ صايب علينا من الحكايات الفارغة نحاولوا نلقفوا رواحنا ونحاولوا نصلحوا من رواحنا، وإن شاء الله تونس بخير. وكالعادة إذا عجبك المقطع فرقع اللايك باتن، اشترك في القناة وخلي لي كومنتير، اعطيني رأيك في الحلقة بتاع اليوم. ملتقانا فيديو جاي، سلام.